دلوقتي نيجي بقى للسؤال اللي محير الناس، هل الاسماك دي فجأة قررت انها زهقت من البحر وقالت طب نطلع البر؟ النظريات بتقول ان التطور كان نتيجة ظروف بيئية قاسية خلت الكائنات تدور على اماكن جديدة، لكن لو فكرنا فيها بشكل ساخر فالموضوع شكله كان شبه المشهد ده. البحر بقى زحمة ومليان بمحالب وزرقاء. طب ما نجرب نطلع البر. انت اتجننت؟ هناك مفيش اكسجين كفاية، مفيش اكل والجو حر. بس على الاقل مفيش دينكليستيوس عايز ياكلني. تخيلوا معايا سمكة عندها أزمة وجودية قاعدة في البحر بتتنفس بالعافية، واصحابها كلهم عايشين نفس الروتين اليومي، يتولدوا يعوموا يهربوا من المفترسين وبعدها يتاكلوا. الحياة مملة جدا، لكن في يوم من الأيام سمكة ذكية أو مجنونة قررت كفاية كده، أنا هطلع بره وأشوف الدنيا فيها إيه. ومن هنا بدأت البرمائيات رحلتها العظيمة من أعماق المية للأرض، والنتيجة الثورة البيولوجية اللي احنا شايفينها النهارده. الحكاية بدأت مع شوية كائنات أشبه بالتيكيتالك اللي كان شكله نصه سمكة ونصه تمساح فاشل. المخلوق ده قرر إنه يبدأ يتعامل مع الأرض، يزحف شوية، يتنفس بشويش، ويجرب يعيش بره المية. ومع الوقت ظهر عنده زعانف شبه الرجلين، والخياشيم بدأت تاخد أجازة مفتوحة، وابتدت رحلة البرمائيات الحقيقية.